السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل كباب حله. زي ما انتم شايفين كده سفرة متكاملة. بصوا، احلى حاجة ممكن تعمل في الحياة هي اللحمة، اصلا احلى حاجة ممكن تعمل في الحياة، بس كباب الحله ده خطير. هقولكوا بسيط وسهل وسريع. يلا بينا نبدأ على بركة الله. اول حاجة معايا بصل ابيض واحمر عادي، احنا ممكن نعمل خليط وممكن نعمله بصل عادي مش لازم ابيض. ومعايا طماطمايه ومعايا فلفل، شطة، مش فلفل عادي، بيدي بس نكهة كويسة كده وبيديله حمو. ممكن نستغنى عن الطماطم، مفيش اي مشكلة، وفي ناس بتزود بطاطس براحتكم برضو مفيش اي مشكلة. وزي ما انا قلت ينفع بصل الاتنين، احمر او بصل ابيض. عامة انا ساعات بعمله ببصل ابيض بس، او ساعات بعمله ببصل احمر بس انا حبيت ان انا النهاردة اعمل ميكس بينهم يعني. فهقطعهم كده ترانشات وجوليان، بتقطعوا اللي بتحبوها برضو، ما فيش اي مشكلة. والطماطم هنقطعها صغير كده، مكعبات صغيرة برضو، ما فيش اي مشكلة، واحنا قلنا ان احنا نقدر نستغنى عنها. مع الفلفلاية بنحطها كاملة او بتقطعوها برضو، ما فيش اي مشكلة. هاجي بقى ده تاني حاجة معايا، هبدأ اعمل لحمة. انا معايا قطعية لحمة. في ناس بتحب كباب الحلة يكون يعني مفهوش دهون وكده، بس انا ما عنديش اي مشكله في اي قطعيه لحمه، يعني اي لحمه عندنا في البيت نقدر نعمل بيها عادي. بتقطعوها بقى مكعبات. بصوا، مكعبات صغيره مكعبات كبيره براحتكم على حسب ما انتوا بتحبوها ازاي. يعني بس على حسب السوا مع المكعبات الصغيره بيستوي اسرع طبعا. فبراحتكم، بس برضو على حسب ما انتوا بتحبوا قطعه اللحمه عامله ازاي. انا قطعت اللحمه. هاجي بقى في في اي حاجه في حلة. هبدأ احط شوية زيت مع سمنة، بصوا براحتكم، ولو سمنة بلدي برضو عادي، ولو في ليا برضو مفيش اي مشكلة. يعني شوفوا، بصوا اللي انتوا حابينه. هنزل بالبصل. بصوا بقى يا جماعة، المفروض اصلا في الخطوة دي احنا بننزل باللحمة الاول نشوحها، بس مفيش مشكلة لو احنا نزلنا البصل الاول. بس طبعا الافضل والاحسن واللي انا بحب اعمله، بس فعلا في اليوم ده انا كنت ملبوخة شوية. في الأحسن إن احنا نحط اللحمة الأول نشوحها ونديها لون كده، وبعدين ننزل بالبصل. بصوا يا جماعة، دي أحسن، والبصل بياخد من نكهة اللحمة وكده وبتكرمل بسرعة. المهم بنحط على البصل فلفل اسود وسكر بسيط جدا علشان يكرملوا ويدي الكرمله اللي احنا عايزينها. بنبدأ نحط زيت وسمنة برضو ونسيبه يسخن لدرجة انه يعمل طشطشة كده. ونبدأ زي ما احنا قلنا ان احنا ندي للحم بتاعتنا لون بسيط كده، عايزين تشوحوها بيديها لون بسيط وكده. طبعا انا بحب ان الخطوة دي تبقى قبل تحمير البصل وقبل كرملة البصل، بس مفيش اي مشكلة. وكمية البصل عامة بتبقى زي كمية اللحمة. تمام. انا بقى كنت شلته، يعني انا عملت الكميتين على مرتين، ما عملتش الكمية كلها، فانا حمرت الكمية الاولانية وشلتها على جنب، ودلوقتي حمرت الكمية التانية ونزلت عليها فصين توم، ونزلت عليهم باقي اللحمة اللي معانا، وهنزل عليهم دلوقتي بالبصل. انا حاسة ان مفيش سهولة اكتر من كده والله العظيم. ومفيش بقى توابل كتير ولا حاجة كتير. بس انا بالنسبة لي اكلة بتتعمل في ثانية، هي بتاخد وقت على البوتاجاز، بس احنا بتبقى ثانية في التحضير، يعني متاخدش وقت في التحضير كتير. هنقلبهم بقى كويس. سنة السكر بتبقى سنة صغيرة يا جماعة. وهنبدأ نحط الطماطم زي ما انا قلتلكوا، عادي ان احنا ما نحطش طماطم، مفيش اي مشكلة. احنا بننزل بمية، كوباية مية او كوباية ونص مية، ان احنا بنغطي اللحمة، بس في نفس الوقت اللحمة ظاهرة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. انا غطيت اللحمة بالمية، ببدأ احط بقى حبهان، اي حبهان عندك، فلفل اسود، وورق لورا. ما بحطش اكتر من كده، ما بحطش الملح دلوقتي، لان لو حطيت الملح دلوقتي هي بتغلي في نفسها زي ما انتوا عارفين يعني. الملح بتاعها هيزيد. يعني تيجي مثلا كده في اخر مثلا ربع ساعة تحطي عليها الملح بتاعها، تظبطي ملحها، مفيش اي مشكلة. وبرضو خدوا بالكم، يعني كل شوية تشقروا عليها كده وكل شوية تشوفوها. ولو حسيتوا ان هي المية بتاعتها نشفت ولسه ما استوتش، بتزودي عليها مية عادي مفيش مشكلة، بس كوباية مية بكوباية مية. وخدي بالك عشان هي لو الصوص بتاعها يعني قل ممكن تتحرق منك في ثانية حرفيا. انا كنت عاملة جنبها مكرونة عادية بصلصة، بس بوريها لكم يعني ان انا كنت بعمل مكرونة جنبها.
برضو المكرونة عادي صلصة مفيش أي مشكلة، وصلصة كتير عشان احنا بنحب الصلصة كتير، يعني مش بحب الصلصة تكون يعني باينة فيها. هو زي ما انا قلت احنا بنزود في اخر ربع ساعة كده الملح بتاعها، انا بظبط الملح بتاعها. حاولوا ما تزودوش الملح قوي. دلوقتي خلاص المفروض بقى ان هي استوت. انا هنا كنت بوريكم قد ايه هي دايبة، بس انا اصلا ما كنتش عارفة اتحكم فيها. الحمد لله يعني. بس انا سايباكم جزء من الكواليس بتاع التصوير، هوريكم جوزي يعني الحمد لله ما هننيش عليها وخدها مني اصلا. هوريكم دلوقتي. والله واحده كده وريناهم يعني. اقول لهم بقى قول رايك. مية مية يا جماعة. فرخين كده. تقييم بالظبط كده يعني 9.5 من 10. بيقول 9.5 مش 10، مش عشان هي وحشة، عشان هو مبيحبش يدي حاجة 10 من 10. المهم بقى يعني مش عايزة اقول لكم كواليس الحلقة دي بالذات، والتصوير ده كان فل الفل. انا جبت بقى اطباق، وبدأت اغرف بقى. وعملت بطاطس وكاتشب وطحينة، انا بحب اكلها مع الطحينة. وعيش بقى ومكرونة. بصوا احنا عشنا بقى الاكلة ديت حرفيا متعة، كانت ناقصها بس شوية مخللات وتبقى الاكلة تمام. المهم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ومع السلامة.